والآن مشاهدينا ينضم إلينا في داخل الاستوديو شريف شيخ أحمد المرشح الرئاسي والرئيس السابق لجمهورية الصومال. أهلا بك معنا فخامة الرئيس. يعني قرار الرئيس دونالد ترامب بمنع الزوار واللاجئين بدخول الولايات المتحدة الأمريكية، وأنتم من بين هذه الدول، كيف تعلقون على ذلك؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أنا سعيد أن أكون في استضافتكم أهلا بكم. خلينا نبدأ من الولايات المتحدة. أولا هي دولة يعني سكانها مختلفة، يعني هناك انقسام في الرأي حول هذا الموضوع. لا قصدي هو يعني أساسا الشعب الأمريكي شعب مختلف العرق، يعني مختلط. نعم. من جنسيات مختلفة وديانات مختلفة، والدولة الأمريكية مؤسس على حريات، على احترام الحريات لمختلف مواطني أمريكا. فأعتقد القرار هذا يأتي ضد ما أسس على الولايات المتحدة، ضد الدستور الأمريكي. ومعرفتي في الشعب الأمريكي شعب واعي ويعرف مدى موافقة القرارات للدستور الأمريكي. هذا من ناحية. الناحية الثانية، الإدارة الجديدة هذه يعني تتخذ قرارات في داخل البلاد وخارجها لها تأثير على العلاقات بين الدول وعلاقات حركة السفر للداخل والخارج. نحن كصوماليين طبعا الحكومات السابقة والشعب الأمريكي رحب كثير من الشعب الصومالي وأصبحوا مواطنون أمريكيين ولهم حقوق مثل ما لبقية المواطنين الأمريكيين. نحن نشكر على هذه الإجراءات السابقة، ولكن نرى أنه الإجراءات الجديدة لا تتفق مع السياسة الأمريكية التي عرفناها. نعم. وطالما أمريكا هي بلد الحريات وبلد الديمقراطية، نتساءل لماذا يحدث هذا؟ يعني لماذا دول معينة التي تعاني من مشاكل اقتصادية سياسية أمنية وغيرها التي تحتاج إلى المساعدة، يعني إذا كان هناك إنسان مجرم أو عمل شيء ما في مشكلة، لكن تقييد حرية دول معينة نحن نرى أنه تمييز ولا يتوافق مع الدستور الأمريكي نفسه. وأمريكا لا يمكن أن يعني تكون دولة رائدة في رعاية رعاية حقوق الإنسان وما إلى ذلك والديمقراطية، وفي نفس الوقت هي تنتهك حقوق يعني مواطنين لدول يعني تعاني من مشاكل كان المفروض أن تقف مع الحكومة الأمريكية معهم. نعم، يعني هذا الموضوع يثير جدل كبير أيضا في أمريكا وفي العالم كما نشهد في وسائل الإعلام وأيضا بالنسبة للتظاهرات. إذا وصلتم لسدة الرئاسة كيف تتصرفون حيال هذا القرار؟ نحن أولا نريد أن تكون العلاقة بين الصومال والولايات المتحدة علاقات متميزة، علاقات تعاون، ولكن في نفس اللحظة لا يعني أن نقوم بتقديم مشروع حل هذه المشاكل التي تحدث، لأنه الشعب الصومالي شعب يحتاج إلى الوقوف معه. نعم. وشعب الآن يجتهد أنه يخرج من الأزمة التي هو فيها. فإن شاء الله سنقوم بتحسين العلاقات، وفي أيضا يعني مثلا حد من القرارات التعسفية التي مثلا تتخذ ضد مواطنيننا. نعم. يعني كيف تصنفون في سياق الحديث فخامة الرئيس، كيف تصنفون الوضع الأمني والسياسي داخل الصومال التي تشهد حرب أهلية؟ نحن لا نقول حرب أهلية، وإنما منظمات إرهابية تستهدف المواطنين وغيرهم، ولكن هناك جهود تبذل في الحد من هذه الهجمات. الشعب الصومالي خرج من الحرب الأهلية، الآن يسعى أن يبني دولته بطريقة تتماشى مع ثقافته ومع تقاليده. وعلى كل الدول التي دعمت الصومال فترة طويلة تعرف بأن هناك
تداول للسلطة بالطريقة السلمية، وهناك مشاريع بنية تحتية تقدم للصومال، وهناك هجرة وافدة الذين يعني عاشوا في بلاد الغربية وغيرها من الدول العربية والإفريقية الآن قرروا أنهم يرجعوا ويشاركوا في بناء الدولة الصومالية، ويشاركوا في إخوانهم أنهم يساهموا في ما يمكن تقديمه في البلد. نعم، برأيكم يعني هل الانتخابات الرئاسية اليوم هي أهم ما يحتاجه الصومال من أجل تخفيف منابع الإرهاب؟ المسألة الانتخابية مسألة مهمة بالنسبة للصومال، لأنه يعني الذي أدى إلى انهيار الدولة هو الصراع على السلطة. نعم. فوضع حد للصراع على السلطة هو مهم في نظر جميع الصوماليين. ف في كل 4 سنوات نحن لدينا انتخابات، ونشجع هذا لأنه هذا إن شاء الله سيؤدي إلى استقرار، وإنه الناس تتقبل على النظام الديمقراطي حتى البلد يكون بلد مستقر. نعم، يعني أنتم معروف عنكم بأنكم دعمتم الجيش ومن المؤسسين. في حال وصولكم يعني هل ستستمرون في دعم هذه المؤسسة من أجل إرساء الاستقرار والمساهمة في الحد من الإرهاب في المنطقة، يعني نظرا لحساسية المنطقة التي أنتم فيها؟ بلد مثل الصومال يخضع لتواجد منظمات إرهابية يحتاج إلى بناء القوى الأمنية، سواء كان الجيش أو الشرطة أو الاستخبارات. فلنقوم بمسؤوليتنا نحن من خططنا أنه نقوي بناء الجيش وبناء الشرطة وبناء الاستخبارات، لأنه في النهاية يعني هذا البلد ما نحتاج إلى أن يكون آمنا ومستقرا. هذا لا يكفي، لأنه البلد يعيش في فقر، فأيضا لدينا خطة إنمائية وخطة لتقديم خدمات للمجتمع على أساس أنه لا يمكن أن تحل جميع المشاكل بحرب وقتل، وإنما لابد أن يكون هناك برامج يستهدف الشباب وخلق فرص للعمل، وأيضا التعليم والصحة وتقديم الخدمات التي يحتاج إليها المجتمع الصومالي. ماذا عن التنسيق مع دول الجوار؟ التنسيق مع دول الجوار يمشي بطريقة جيدة. دول الجوار كلها الآن يعني تساهم بشكل ما في أنه الصومال يستقر، لأنه إذا ما استقرت الصومال حيكون له أثر سلبي على دول الجوار. يعني نحن نتحدث هنا عن دول الجوار الإفريقي وأيضا العربي. نعم نعم. الدول الجوار الإفريقي مهتمين بشأن الصومالي بطريقة يعني جيدة خلينا نقول، ولديهم رؤى بأنه الصومال الآمن يعني المنطقة الآمنة، والمنطقة الآمنة مطلوبة للجميع. طبعا دول الجوار العربية، الصومال الآن هي منطقة آمنة؟ لا، لكن نسعى إلى أن تكون منطقة آمنة. نعم نعم. وكيف السبيل إلى ذلك؟ السبيل إلى ذلك بناء مؤسسات الدولة. يعني غالبا ما كنا نركز على الشكل الفوقي، لكن نحن الآن نركز على بناء مؤسسات الدولة فيها منها الأمن، منها العدل، منها الإدارة، منها يعني مثلا تقديم خدمات للمجتمع. نعم، كيف تتصورون تعاونكم مع دول الجوار والدول الإفريقية لمحاربة الإرهاب؟ دول الجوار الإفريقية يعني تقوم بشكل جيد ومكثف لمساعدة الحكومة الحالية، ونعتقد أنه هذا الدعم سيستمر حتى نصل إلى بر الأمان إن شاء الله. هل من برنامج محدد، هل من برامج وخطط لذلك؟ نعم، هناك برنامج محدد، أنه يعني مثلا كيف يمكن تدريب الجيش من جديد، الشرطة، الاستخبارات يحتاجون إلى إعداد كوادر جديدة. نعم. وملء الفراغ الذي هو طبعا يشغله الشباب الآن. نعم. وذلك من خلال أيضا التعاون مع دول الجوار. نعم، مع دول الجوار والغير. يعني دول الجوار طبعا إمكانيات محدودة، نفسها تعاني من مشاكل اقتصادية وأمنية نفسها، ولكن نحن يعني مثلا نتعامل مع دول الجوار وغيرها من الدول الصديقة والتي
تهتم بالشأن الصومالي. نعم، يعني أنتم يعني كنتم رئيسا للصومال واليوم تريدون العودة لهذا المنصب، لماذا؟ طبعا هذه نراها إنها خدمة يجب أن نقوم بها. قمنا بخدمة ولله الحمد، وفقنا بتأسيس جيش شرطة، تأسيس وتحرير العاصمة من الشباب والقاعدة، والآن نحس بأنه الحكومة الحالية لم تقم بما يكفي بالاستقرار والاستتابة الأمني وتقوية الجيش والشرطة وما إلى ذلك. وأيضا الظروف الاقتصادية نفسها ظروف صعبة الآن، يعني في جفاف في الصومال بصفة يعني بصفة عامة. نعم. فهذه الأمور تحتاج إلى قيادة، خلينا نقول لها خبرة في المنطقة، لها خبرة في نعم. وأنا يعني مثلا إذا كان بلدي محتاج إلى خبرتي وإلى العمل فيه، نعم، أكون يعني أتشرف أن يعني أترشح مرة أخرى وأقود البلد إلى بر الأمان إن شاء الله. فخامة الرئيس شريف الشيخ أحمد، شكرا جزيلا لك لحضورك إلى مبنى تلفزيون وإلى قناة الحدث ولإعطائك لنا هذه المقابلة. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا.